بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، عباد الله، فقد مر معنا في الخطبة المتقدمة الكلام عن سيرة صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خالد بن الوليد. وفي هذا اليوم وفي هذا المقام وفي هذه الخطبة، عباد الله، نتكلم أيضا عن سيرة صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، بل وهو أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل، وهو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. واسمه عبد الله بن عثمان ابن عامر بن سعد بن تيم من بني تيم رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل الذي قدم نفسه وماله وأهله فداء لهذا الدين العظيم. هذا الصحابي الجليل الذي هو أول من أسلم من الرجال، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل الذي يلقب بالصديق، صديق هذه الأمة، رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يشرب الخمر في الجاهلية، لا في جاهلية ولا في إسلام، لم يشرب الخمر رضي الله عنه. وعندما سئل: هل شربت الخمر في الجاهلية؟ فقال: لا. فقيل: لماذا؟ قال: لأنه مضيعة للشرف والعرض، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا لم يعبد الأصنام كما كان الناس في الجاهلية يعبدون الأصنام، فقد كان يعبد الله عز وجل. لم يعبد الأصنام، ولا يعجبه اللهو والطرب ولا الغناء، فكان لا يحضر مثل هذه المجالس، مجالس قريش، مجالس اللهو واللعب والغناء والطرب. وكان لا يشرب الخمر، وكان لا يعبد الأصنام، فلذلك كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صديق النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من أسباب صداقته أنه كان سنه قريبا من سن النبي صلى الله عليه وسلم، أي عمره، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من أبي بكر بسنتين، قيل ونصف، وقيل 4 أشهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من أبي بكر ب2 وأشهر، فلذلك كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه صديق النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد امتاز أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بأنه كان يكرم الضيف، بأنه كان يكرم
الضيف ويصل الرحم ويكسب المعدوم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فلذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وسمع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث، أي أرسله الله عز وجل، جاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أول إسلامه وقصة إسلامه، وهي قصة عجيبة. فكان إسلامه سريعا لم يتأخر، بل عندما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالرسالة مباشرة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، ما بلغني عنك، هل بعثك الله عز وجل؟ قال: نعم، بعثني الله عز وجل بالرسالة ولأدعو الناس. فعند ذلك أسلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مباشرة وأعلن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، فكان أول من أسلم من الرجال هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ومباشرة عندما أسلم علم أن نفسه وماله هي لله عز وجل، وهي لا بد أن يقدمها فداء لهذا الدين، فذهب يدعو الناس إلى الإسلام. فأسلم طلحة والزبير وعثمان بن عفان رضي الله عنهم وأرضاهم على يد أبي بكر، وهؤلاء هم من العشرة المبشرين بالجنة. وهذا الذي ينبغي ويجب على كل مسلم أن يحمل هم الإسلام وأن يحمل هم نشر هذا الدين. ألا يا عباد الله، إن الكثير من المسلمين اليوم أصبحوا يتنصلون بل وبعضهم لا يعترف أو يكاد يخجل من أنه مسلم أو أنه يدعو إلى الإسلام. كيف نريد أن ننتصر ونعتز وتكون لنا الرفعة والمكانة والشرف والسيادة، وصار الكثير من المسلمين اليوم يخجل بل ويستحي أن ينشر دين الإسلام. عباد الله، إن في هذا الزمان قد سهل نشر دين الإسلام، قد تسخلت سبل نشر دين الإسلام على كل مسلم يستطيع أن ينشر دين الإسلام وإن كان جاهلا، وذلك بأن ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع للعلماء وفتاوى للعلماء وخطب ومحاضرات للمشايخ والدعاة إلى الله عز وجل. عل الله عز وجل يهدي به رجلا واحدا. هذا أبو بكر مباشرة بعد إسلامه ذهب يدعو الناس إلى الإسلام، فجاء بطلحة والزبير وعثمان بن عفان رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، فكان هؤلاء من العشرة المبشرين بالجنة، وكان إسلامهم على يد أبي بكر. فلذلك فضائل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كثيرة، وكذلك فدى ماله وأنفق ماله في سبيل الله، فكان يبحث في مكة عن العبيد الذين أسلموا ليشتريهم ويعتقهم لوجه الله عز وجل. فبعد إسلام أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ودخل بعض الصحابة إلى الإسلام، جاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعلن الإسلام، أظهر الإسلام. فقال: إني لم أؤمر بذلك. وكان أبو بكر يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له مرارا وتكرارا: أعلن الإسلام. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو إلى الإسلام جهرة، عند ذلك غضب المشركون وآذوا المسلمين وعذبوا ضعفاء المسلمين. وكان ممن يعذب من ضعفاء المسلمين بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه. فمر أبو بكر رضي الله عنه وبلال يعذب، وهو كان عبدا لأمية بن خلف، فقال له أبو بكر، أي قال أبو بكر لأمية: اتق الله في هذا. قال: أنت أفسدته،
أنت الذي أفسدت أخاه فأعتقه؟ قال نعم. فأنقذه؟ قال نعم سوف أنقذه. فقال بكم تبيعه؟ فقال ب5 أواق. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ب5 أواق، فقال له أمية بن خلف: لو أعطيتني أوقية لبعتك بها. قال: وأنت لو طلبت مني 100 أوقية لأعطيتك لأجل أن أفدي بلال ابن رباح رضي الله عنه من هذا التعذيب. هكذا أبو بكر، وأنقذ أيضا غيره، منهم امرأة تدعى أم عميس، زبيرة تدعى أم عميس، فكانت تعذب من مولاتها أي التي كانت هي أمة عندها، فأعتقها أبو بكر فاشتراها أبو بكر رضي الله عنه وأعتقها فعميت. فقالت قريش: هذا الذي أعماها هو اللات والعزى، اللات والعزى الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل. فقالت هذه المرأة: كلا والله إن اللات والعزى لا يضران ولا ينفعان. فأعاد الله عز وجل بصرها، فأعاد الله عز وجل بصرها فأبصرت، لكي يعلم المشركون أن اللات والعزى لا تنفع ولا تضر، إنما النافع الضار هو الله عز وجل. وأيضا من قصص أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه التي ضحى بنفسه بها، الذي ضحى بنفسه فيها لأجل الإسلام، أنه ذات يوم قام النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أي في المسجد الحرام، ودعا الناس إلى الإسلام جهرة وقرأ آيات من القرآن، فأقبلت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم تضربه، فبلغ الخبر إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فجاء يجري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وخاصمهم، ثم رجعوا إلى أبي بكر وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فضربوه ضربا شديدا، ضربوه ضربا شديدا، وبعض المشركين كان معه نعل فجعل يضرب أبا بكر في وجهه حتى اتفخ وجه أبي بكر، حتى كاد لا يميز أنفه من وجهه بسبب تورم وجهه رضي الله عنه وأرضاه، حتى جاء قومه وهم بنو تيم فأخذوه وظنوا أنه قد مات، فأخذوه إلى بيته فمكث، وقالوا لقريش: لنقاتلنكم إن مات. فلما أفاق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال: ماذا فعل برسول الله؟ مباشرة أول ما أفاق قال: ماذا فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فغضب قومه وقد كانوا كفارا، وقالوا لأمه: أطعميه أو اسقيه ماء. ثم قال لأمه، وكانت قبل أن تسلم، فقال لأمه: ماذا فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أما صاحبك هذا فلا أدري. قال: اذهبي إلى فاطمة بنت الخطاب، وكانت قد أسلمت رضي الله عنها وأرضاها، فذهبت فسألت أم أبي بكر فاطمة، فقالت: ماذا فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فخافت فاطمة من أن تكون هذه جاسوسة لقريش، فقالت أم أبي بكر عندما علمت بذلك: اذهبي معي إلى أبي بكر وسليه بنفسك. فذهبت فاطمة فجاءت إلى أبي بكر فقال: ما فعل برسول الله؟ فقالت: إنه بخير والحمد لله، وهو في دار الأرقم. ففرح عند ذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فقالت أمه: أرادت أن تطعمه أو تسقيه، فقال: والله لا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقام وهو لا يستطيع أن يمشي، فقامتا به أمه وفاطمة بنت الخطاب، فاتكى عليهما وذهب به إلى دار الأرقم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بكى رضي الله عنه وأرضاه، فقال: فداك أبي وأمي. فقال: قم يا أبا بكر
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا أبا بكر. فهذه بعضا من مواقف هذا الرجل الشجاع الذي هو أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، فهذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وسمي الصديق لتصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعرج به إلى ما فوق السماء السابعة، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر قريشا بذلك، فضحكت منه قريش، فضحك منه المشركون واستخفوا واستهزأوا به. وجاء بعضهم من المشركين، جاء بعض المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا له: إن صاحبك يقول كذا وكذا، وظنوا أنه سوف يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صادق. فاستغربوا لذلك وقالوا: أتصدقه؟ قال: نعم، كيف لا أصدقه وهو يأتيه الخبر من السماء؟ قد صدقته أنه يأتيه الخبر من السماء ويوحى إليه القرآن، أفلا أصدقه في هذا الأمر؟ فسمي لذلك بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. وقد شرفه الله عز وجل بأن صحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وذكره الله عز وجل في القرآن بقوله: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذ يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه، من؟ لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لماذا أبو بكر؟ لأن الله عز وجل قال: إذ هما في الغار، ولم يكن في الغار إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقصة هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم هو أولا قبل ذلك عندما اشتدت الأذية من المشركين على المسلمين، فهاجر من هاجر من المسلمين إلى أرض الحبشة، وخرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا أيضا، فلقيه ابن الدغنة وهو في طريقه. قد خرج أبو بكر رضي الله عنه حتى وصل برك الغماد، فلما لقيه ذلك الرجل ابن الدغنة قال له: ما لك يا أبا بكر؟ قال: لقد آذوني ولم يتركوني، أو بما معنى كلامه رضي الله عنه وأرضاه. فقال له: إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج من بلده ولا يخرج، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم، ارجع فإنك في جواري، أي سيحميك وسيساعدك. فرجع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إلى مكة، ورجع معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة على قريش عشية فقال: إن أبا بكر في جواري، أي في حمايتي، فمن يؤذيه كأنه يؤذيني. فعند ذلك قالوا: لا نؤذيه، ولكن مر أبا بكر أن يبقى في داره، يقرأ القرآن في داره ويصلي في داره، ولا يخرج إلى المسجد الحرام أو أن يدعو
أن يدعو في غير داره ويعلن الإسلام. فرضي أبو بكر رضي الله عنه أرضاه بذلك، فمكث فترة ثم ظهر لأبي بكر أن يبني مسجد بفناء داره، أي بجوار بيته يبني مسجدا، فبنى مسجدا ثم جعل يقرأ القرآن ويرفع صوته بالقرآن ويصلي، فجعل أطفال قريش يأتون إلى المسجد ونساء قريش وبعض شباب قريش فيسمعون من أبي بكر فيعجبهم ذلك، فعند ذلك خافت قريش وغضبت لهذا الفعل، فقالوا لابن الدغنة إن أبا بكر قد جعل مسجدا في فناء داره، وإننا نخاف أن يصبى النساء أن يسلموا النساء وأن يسلمن النساء وكذلك الأطفال والشباب، فاذهب إلى أبي بكر وقل له يرجع إلى داره ولا يبقى في المسجد أو يترك جوارك. فجاء ابن الدغنة إلى أبي بكر فأخبره، فقال أبو بكر رضي الله عنه ذلك المتوكل على الله عز وجل الراضي بقضاء الله وقدره الذي يفدي نفسه وماله، الذي فدى الإسلام بنفسه وماله رضي الله عنه وأرضاه، قال أرد إليك جوارك، أي خذ جوارك لا أريد، وسأعلن وسأظهر لن أخفي الإسلام. فرد أبو بكر رضي الله عنه جوار ابن الدغنة واستمر على هذا الأمر. فعند ذلك جاء الأمر من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهاجر، لأن قريش قد اجتمعوا وتشاوروا وخرجوا على أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، واستعدت لذلك، أي قريش استعدت لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الظهيرة والناس في وقت شدة الحر، وفي ذلك الوقت الناس الأغلب لا يخرجون. فخرج إلى دار أبي بكر وأخبره بالخبر، ففرح أبو بكر وبكى لذلك وقال له سأجهز الراحلة وأجهز أمتعة السفر من مالي. فجهز أبو بكر رضي الله عنه راحلتين والأمتعة والطعام. قالت عائشة وزودناهم بالطعام، وكان لأسماء بنت أبي بكر نطاق فشقته وربطت الأمتعة أو ربطت الطعام الوعاء فسميت بذات النطاقين رضي الله عنها وأرضاها. ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار، إلى جبل ثور، إلى الغار، ومكث 3 أيام في ذلك الغار وقريش تبحث عنهم. وكان عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه وارضاه رجلا فطنا ذكيا، كان يبيت عندهم، يبيت في الغار، ثم يصبح قبل أن يصبح الصباح يأتي إلى مكة فيستمع أخبار قريش، ثم يرجع في الليل ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه أبا بكر بما قالت قريش وبالأخبار التي يتداولها قريش. وكان عامر بن فهيرة رضي الله عنه وارضاه هذا الرجل، هذا الصحابي أيضا ممن أعتقه أبو بكر، ممن أعتقهم أبو بكر، ممن أعتقهم، كانوا يعذبون وكان عبدا وكان يعذب فأعتقه أبو بكر. عامر بن فهيرة كانت له أغنام فكان يأتي بها في المساء إلى الغار فيشرب النبي صلى الله فيحلب للنبي ولأبي بكر من الأغنام ويشربون من ألبانها. فاستمر 3 أيام، ثم بعد ذلك رحل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ومع عامر بن فهيرة ومع الدليل الذي كان يرشدهم على الطريق حتى وصلوا إلى المدينة سالمين غانمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا
خيرا. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين ووحد صفهم وألف بين قلوبهم. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.